الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. على سلامتكم حبيباتي، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة جيدة وعافية وسلامة. أمهات طمنوني عليكم وعلى أولادكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. على بالي راكم مع الاختبارات والامتحانات، إن شاء الله ربي يوفق أولادنا في دراستهم وأولاد المسلمين أجمعين يا رب، وإن شاء الله يجعلهم من أحسن المراتب في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين. ويا رب أعطي كل من طلب منا الدعاء في هذه القناة وكل من يسمعنا وكل من يؤمن على دعائنا يا رب أعطه سؤله وأكثر ممن يرجوه منك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أمهات رانا كامل مع الامتحانات ومع التحضيرات. اليوم ابني حاتم عنده امتحانات وعلمته دعاء وكتبته له في ورقة اللي راح نشاركه معاكم، وحبيت نشاركه معاكم. إن شاء الله ربي يوفق كامل أولادنا وأولاد المسلمين. نحاولوا نغرسوا في أولادنا لأنهم مازالهم صغار، يلجؤوا إلى الله تعالى في لحظة ضعف أو قلق أو خوف، يخافوا ينساوا وش حفظوا. نعلموهم يتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. وحبيت نوصل لكم هذا الدعاء وأثره على الإنسان، اللي إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ أولادكم ويحفظ أولادنا كامل أولاد المسلمين أجمعين. راح نشارك معكم هذا الدعاء اللي إن شاء الله يفيدكم ويفيد أولادكم. ما كاش اللي ما يحبش ولادو يكونوا يقراو مليح، وما كاش اللي ما يحبش ماذا به يكونوا من الأوائل. احنا كأمهات دورنا نكونوا كيفاش نلحقوا ولادنا باش يكونوا من الأوائل. كاين بزاف نقاط راح نشاركها معكم. نحاولوا اولا ما نضربوش ولادنا. كاين بعض الامهات يضربوا ولادهم على جل العلامه، ونقول لك يا اختي اخر همك هي العلامه. نحاولوا نمدوا لهم المحبه والدفء العائلي، نحاولوا الاهتمام بنفسيتهم، الحنان، الحب، نعلمهم مسؤوليه. الحمد لله على نعمه الوعي اللي وصلنا له احنا كأمهات. تعلمنا واش علمونا والدينا، ورانا نميزوا بين واش تعلمنا احنا واش رانا نتعلموا باش نعلموا ولادنا باش يخرجوهم صالحين بإذن الله، وبلا ما ننساو أن التوفيق كله من الله عز وجل، وبلا ما ننساو نعاونوا الدعاء. اللهم يقر أعيننا جميعا بأولادنا ويوفقهم في دراستهم بأحسن المراتب في الدنيا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا هو بالنسبة للفيديو تاع اليوم اللي إن شاء الله يكون استمتعتوا به ويكون فادكم واستفدتوا منه عن تجربة شخصية عشتها وحاولت نشاركها معكم. ونتمنى إن شاء الله تشاركوا هذا الفيديو مع أشخاص ممكن يفيدهم بحاجة، يسمعوا هذه النصائح وراح تدير فرق كبير لحياتهم هذه النصائح. وتذكروا دايما كل عمل راح تعملوه راجع لكم، وما تنتظروش المقابل من البشر. الله بيده حياتك، القادر على إسعادك. دمتم بخير وسعادة وصحة. ألقاكم على خير في فيديو آخر. مع السلامة. الحمد لله على تربية أهلنا التي جعلتنا نردد ما شاء الله على كل شيء جميل نراه، ونفرح لرزق غيرنا
حتى لو كان ينقصنا وكنا نحتاجه، ونقف جوار الجميع ونساعدهم دون انتظار مقابل. كنت أعيش على جملة هذا الوقت سيمضي، حتى قرأت تكملتها في مكان ما، ولكن هذا الوقت هو عمري. 5 كلمات كانت كفيلة بتغير نظرتي للحياة. عقدت العزم أن لا أضيع ما تبقى من عمري شيئا. قررت أن أتقبل وأمتن وأمر. أتقبل لأنه أصبح من الماضي ولا يمكن تغييره. أمتن لأنه كان بالإمكان أن يحصل أسوأ منه. وأمر وفي يدي الدرس والتجربة، وعلى قلبي شعاع من الأمل. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، أنا بصلاتي أسلم، وبالسعادة أنعم، أفخر بأني مسلم. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا،